مرحبا بك إلا وصلتي حتى لهنا، فراه قلبك كيطلب الهدوء وكيستحق يسمع شي صوت صادق. أنا معاك هنا في سرباء الصدى. الناس كاملين كيبغيو يكون عندهم شخصية قوية، ولكن قليل اللي فاهم القوة الحقيقية. القوة راه ماشي هو داك الإنسان اللي كيغوت، أو لا داك الإنسان اللي كيهضر بزاف، ولا اللي كيبان قاصح قدام الناس. القوة الحقيقية كتبدا في القلب، كتبدي في العقل. القوة الحقيقية كتبان في الأفعال الصغيرة ديال كل نهار. الخطوة الأولى، ديري صلح مع راسك. خصك تصالحي مع ذاتك، تعترفي براسك، بعيوبك، بنقصك وبالقوة ديالك. البنت ولا المرأة اللي ما تصالحش مع ذاتها كتلقى راسها كتقلب ترضي غير الناس وترضي الناس كاملين، وهذا هو اللي كيهرس الشخصية. كتصبحي ضعيفة، ما تقدريش تقولي لا. صالحي راسك، قولي أنا إنسانة، عندي كل نهار عندي حاجة. واحد النهار كنقدر ندير ديك الحاجة، واحد النهار ما كنقدرش، واحد النهار كنغلط، وهنا كتبدي القوة. الخطوة الثانية، عارفي شنو بغيتي وشنو ما بغيتيش. حدي الأولويات ديالك، حددي الأهداف ديالك. الشخصية القوية ماشي هي اللي كتقول كيف ما بغيت انت، كيف ما بغيتي انتي، ما ترضيش الناس. الشخصية القوية هي اللي كتقول أنا بغيت هذا وما بغيتش هذا، واضحة صريحة، ما كتدوخش راسها وما تكذبش على راسها. ما يمكنش تكوني قوية وانتي ما عارفاش شنو هو الخطأ ديالك وتصلحيه. فين هي الأهداف ديال حياتك، وفين خصك توقفي وفين ما خصكش توقفي. الخطوة الثالثة، ديري حدود وما تخافيش غادي تضيعي الناس. والناس هما اللي عندهم حدود. كتحترمي راسك، كتحترمي وقتك، وكتحترمي الطاقة ديالك. إلا شي حد تجاوز حدو ما كتعصبيش، ما كتهضريش بزاف، غير كتقولي كلمة واحدة هي لا، بصوت هادي. لا، صدقيني، الناس اللي كيتقلقوا من حدودك هما الناس اللي كيستغلوك وكيستافدوا منك بلا حدود، كيستنزفوا الطاقة ديالك وكيخرجوا منك الأسوأ. والخطوة الرابعة، الهدوء. الهدوء ماشي ضعف، الهدوء ذكاء. ملي كيكون النقاش سخون والمشاعر طالعة، أضعف حاجة تقدري ديري هي تهضري. والقوي الحقيقي هو اللي كيوقف لحظة وكيحبس النفس ديالو، كيسترخى ومن بعد عاد يجاوب وهو هادئ. يعني خصك تجاوبي ملي تكوني هادئة، ماشي ملي تكوني معصبة. القوة ماشي في الصوت، القوة في العقل. العقل هو اللي كيكون فوق اللحظة. الخطوة الخامسة، ما تشبتيش بالناس اللي كيهبطوك. ملي كتكوني باغا تبني شخصية قوية، ضروري غادي تبعدي على الناس اللي عندهم طاقة سلبية، الناس اللي ما يبغيوش النجاح ديالك، الناس اللي كيحسدوك، وهذا انت كتعرفيه كل يوم مع الوقت. والناس اللي كيتحكموا فيك، والناس اللي كتلاعب بالمشاعر ديالك. هذوك الناس ما كيبغيوكش تنجحي، هذوك أعدائك، أعداء نجاحك. هاد النوع من الناس هما اللي كيطيحوا الطاقة ديالك، كيستنزفوا القوة اللي عندك ويخليوك تصبحي ضعيفة. ناس كيطيحوا طاقتك كل يوم. شخصيات السلبية كتعيش في وسط الحسد، الغيرة، وانتي
كتبقاي تسائلي مع نفسك، لان الثقه ديال النفس قليله. ملي كتصبح الثقه عندك في نفسك كتصبحي قويه. يعني ثقي في نفسك، ما تسمعيش دائما الاراء ديال الناس كلها وتاخديها كلها. اللي هي طاقه ايجابيه ناخذ الايجابيات، نصلح من نفسي ونصلح الاخطاء ديالي باش ما نطيحش في هذاك المشكل ديال انني سمعت الناس ودرت كلش الاراء ديالهم وما صبحت عندي حتى شي شخصيه انا ديالي كندير داكشي اللي كي يهمني في الحياه. هنا كتقوي الشخصيه ديالك، لانك غادي تبنيها خطوه بخطوه، وغادي تصبحي قويه بالاراء ديالك اللي انت مقتنعه بهم، ماشي اللي الناس هما عطاوهم لك. كوني واضحه في الحب، كوني واضحه في الخدمه، كوني واضحه مع الاصدقاء والصديقات وحتى مع الاقرباء. القوه كتجي مع الوضوح. ملي كتكوني غامضه الناس كيديروا اللي بغاو. كوني واضحه في كل حاجه. هاد الشيء قبلتو، هاد الشيء ما قبلتوش، هاد العلاقه مريحه ليا وهاد العلاقه لا، هاد الخدمه مناسبه ليا وهاد الخدمه ما مناسباش. الوضوح هو اللي كيعطيك الثقه، والثقه هي اللي كتقوي الشخصيه. ما تخافيش تكوني بوحدك، ما تخافيش من الوحدانيه. اكبر نقطه ضعف البشر هو الخوف يكون الانسان بوحده او يبقى بوحده. ولكن غادي نقول لك واحد السر، الناس اللي شخصيتهم قويه هما الناس اللي تعلموا يكونوا مرتاحين بوحدهم، بما نسميه الاكتفاء الذاتي. كيكتفيوا بنفسهم، يخرجوا بوحدهم، يشربوا حتى القهوه بوحدهم، يسمعوا موسيقى بوحدهم، يتنفسوا من الاعماق وهما بوحدهم. الا تعلمتي تعيشي بلا دعم من برا كتولي ماشي غير قويه، كتولي توب، شخصيه قويه بمعنى الكلمه. اعترفي بالقيمه ديالك. الشخصيه القويه ما كتستناش شي واحد يقول لها برافو، انتي راك زوينه، انتي راك مزيانه، انتي راك طيبه. انتي اللي كتبني قيمتك براسك، كديري مجهود، كتكبري، كتتعلمي، وما كتعطيش قيمتك اللي ما يستاهلهاش. وفي الاخير القوه راه ماشي حاجه كتجي في ليله ونهار، ولكن كتجي من قرارات صغيره كتاخديها كل نهار. نهار تحترمي راسك، نهار تقولي لا، نهار تصبري، نهار تبعدي، ونهار تقولي انا مكتفيه بنفسي وبذاتي. الشخصيه القويه ما كتتبناش من برا، كتتبنى من القلب. وإلا وصلتي لهاد السطور ووصلتي لهاد الصوت فأنت أصلا قوية. سرباء الصدى مساحة هادئة كنرجعوا ليها ملي كيكثر الضجيج في حياتنا. هنا الصوت كيصبح دواء، والكلمات كتلقى طريقها للروح بلا ما نضغطوا عليها. أنا عائشة الركراكي كنحكي بصوت على القصص اللي كنخبيوها بين السطور، لحظات القوة ديالنا، لحظات الضعف، التعب، بداية جديدة، وذكريات اللي علمتنا نوقفوا على رجلينا من جديد. هنا غادي تلقاي حديث صادق، حنان، تجارب نسائية، تأملات من القلب للقلب، فضفضة. سرباء الصدى، قناة صوتية بصوت أختكم عائشة الركراكي. تحياتي لكم من القلب، واللي عجبها المحتوى تشترك، ولكم مني أغلى التحيات.